المساجد مغلقة؟ يا ترى ما الذي حدث؟ الشوارع فارغة؟ أين الناس؟ أين ذهبوا؟ أين اختفوا؟ ما الذي حدث؟ المحلات معظمها مغلق أو مغلقة تماما. لم أفهم شيئا بعد. المدارس مغلقة، أين الدراسة؟ أم أن العطلة حلت بعد ولم أعلم؟ أين الناس؟ أين ذهبوا؟ خرجت لأشتري حاجياتي فوجدت المحلات مغلقة. ما هذا؟ يا ترى إلى أين سأتجه؟ يبدو أنني سأموت جوعا يا إلهي. رائحة الجعفيل في كل مكان. ما الذي يجري؟ يبدو أن شيئا قد حصل، أم أنني في حلم ولم أعلم؟ لا لا لا، إنها حقيقة، ولكن ما الذي حصل؟ لا أعلم. يبدو أنها كارثة طبيعية أو ما شابه. الوضع محير. ادخلوا منازلكم. الحمد لله، قد أتى الله بشخص كي أسأله عن أحوال المدينة والذي حدث فيها. أنا لم أفهم شيئا بعد. ما الذي يرتدي هذا؟ يرتدي كمامة؟ يرتدي قفاز؟ ماذا يوجد في يديه؟ السلام عليكم. لا تصافحني، كيف مكانك؟ ما بك يا أخي؟ ما الذي يجري؟ لماذا تبتعد عني؟ أنا لم أفهم شيئا بعد. الشوارع فارغة، المدارس مغلقة، المساجد مغلقة. ما الذي جرى؟ أخبرني. أين كنت؟ ألم تعلم؟ أين كنت؟ كنت نائما.
إنها الكورونا كوفيد 19. التزم الحجر الصحي وتجنب التجمعات، ثم اغسل يديك بالصابون والجافيل جيدا، إن الفيروس خطير. هذه هي. أين ذهب؟ أين اختفى؟ الكورونا فيروس ظهر مؤخرا في الصين ويدعى كوفيد 19، وانتشر في أنحاء العالم. يصيب الجهاز التنفسي وقد يؤدي للموت. للوقاية منه يجب غسل اليدين بعد لمس أي شيء غير طاهر، لبس الكمامات، تطهير الأماكن المعرضة لللمس بالماء والجافيل، تجنب التجمعات أيا كانت، تجنب المصافحة والعناق، إلزم المنزل أو ما يسمى بالحجر الصحي، لا تخرج إلا للضرورة القصوى، وعند خروجك للشراء تجنب الازدحام، وعلى أصحاب المحلات ارتداء الكمامات وغسل أيديهم كل حين. هذه رسالة نوجهها للتجار: لا تحتكروا السلع ولا ترفعوا من أسعارها، لأن الخير موجود والحمد لله، والأرزاق بيد الله. قفوا مع الناس وآزروهم في هذه المحنة. أما عن أعراض الفيروس فتظهر بعد أيام من الإصابة، ويقتصر ظهورها غالبا على كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وضعيفي المناعة، نسأل الله الشفاء لهم. أعراض الفيروس هي التهاب الحنجرة، صداع حاد، ألم في الرأس حاد، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم بالبطن، إسهال والقيء أحيانا. إن ظهرت عليك بعض من هذه الأعراض عليك ارتداء الكمامة واجتناب المصافحة واجتناب الأشخاص، ابتعاد عن الأشخاص، والتوجه إلى الطبيب مباشرة، لأن الأمر لا يحتاج للتأجيل، والشفاء بيد الله إن شاء الله. وللوقاية والمناعة التزموا نظام تغذية صحي وغني بالفيتامينات، خاصة فيتامين دي وسي. تجنبوا السكريات والمعلبات. تجنبوا أيضا السهر والإرهاق، لأن هذه الأمور تضعف المناعة. قوموا بوضع الماء مع الكاليتوس والخل والقرنفل أو العرعار، وقوموا بتغليتهم بالتبخر واستنشقوا بخارا. إلزم المسافة الأمان بين الشخص والآخر المقدرة ب1 متر، لأن الفيروس قد ينتقل عن طريق العطس أو سؤال. تجنب المصافحة. التزموا الحجر الصحي وابقوا في منازلكم. ومن النصائح أيضا شرب شيء ساخن يوميا في الصباح وفي الليل، لأن الفيروس يبقى في الحنجرة لمدة 4 أيام. لذا فإن شرب شيء ساخن كالشاي أو التيزانة أو القهوة يؤدي إلى نزول الفيروس إلى المعدة، ولأن الفيروس غير مختص في الإضرار بالمعدة، فإن المعدة تقضي عليه بواسطة حموضتها. حافظوا على صحتكم وصحة عائلتكم، الأمر جدي لا يحتاج للتكذيب. التزامكم بالتعليمات يساوي التخلص من الوباء بإذن الله. ولا تنسوا الدعاء والصلاة والتضرع إلى الله عز وجل، فهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.